في نوع من القلق كده مش بيظهر وقت المشكلة، لأ، ده بيظهر قبلها وبعدها وأحيانا من غيرها أصلا. يعني ممكن تصحى من النوم مفيش حاجة حصلت، بس حاسس إن في حاجة غلط، وتقول لنفسك أنا قلقان ليه؟ يعني مفيش حاجة حصلت، بس أنا جاهز أتوتر لأي حاجة. اللي هو كده لو في بطولة في القلق أنا هدخلها وأنا متصدر الجدول. معاكم شادي الخولي، وده بودكاست من غير ما نحس، الحلقات اللي بنتكلم فيها عن حاجات صغيرة بس بتكبر مع الوقت واحنا مش واخدين بالنا منها. وحلقة النهاردة يا صديقي عن حاجة بقت جزء من يومنا، القلق. وسؤال حلقة النهاردة هو انت من الناس اللي بتقلق بسرعة ولا بتاخد الامور ببساطة؟ وايه اكتر حاجة ممكن تقلقك وفي الاخر ما بتحصلش؟ جاوبوني في الكومنتس وقولولي انت وصلت بقلقك ده لغاية فين. في يوم كان عندي انترفيو مهم جدا، ومن قبلها بيوم بدأ العرض بقى مش عادي، ده أنا عملت بروفا للانترفيو. تخيلت الأسئلة اللي هتتسأل لي ورديت عليها واتخانقت مع نفسي كمان. يعني أنا مش بس قلقان، أنا عامل مسلسل كامل بطولة أنا وأنا برضه. طب لو اتأخرت؟ طب لو ما عجبهمش كلامي؟ طب لو الدنيا باظت؟ طب لو ما اتقبلتش؟ سلسلة قلق من طب لو لوحدها. المهم نمت بصعوبة وصحيت مرهق، ورحت ودخلت الانترفيو، والمفاجأة بقى انه عدى عادي جدا. طب والمفاجأة الأكبر بقى أنا اتقبلت كمان. ساعتها حسيت إن اتضحك عليا، يعني أنا تعبت وقلقت وتوترت على ولا حاجة. وده اللي بيحصل معانا كتير، بنقلق على حاجات لسه ما حصلتش. طيب القلق ده بيجي منين؟ غالبا مننا عايزين نضمن كل حاجة، عايزين نبقى عارفين اللي هيحصل قبل ما يحصل. دماغك كده بتقولك تعالى نتخيل أسوأ سيناريو، وانا دماغي بصراحة مش بتحب النص نص، يا اما احسن حاجة يا اما كارثة عالمية، وده في حد ذاته مقلق قوي. طيب حد يقولك عايز اتكلم معاك، تقعد تفكر كده هو انا عملت ايه؟ ولا موبايلك يرن كده من رقم غريب تقول أكيد دي جهة رسمية. حد يتأخر عليك في الرد تقول خلاص أنا مش عايز أعرفه تاني، كده العلاقة انتهت. يا عم إزاي؟ ده حتى لما تدخل تنام دماغك تقولك تعالى نفتكر موقف حصل كده من 2009. بس استنى كده، هو أنا بقلق عشان أحل المشكلة ولا عشان أتعب نفسي وأرهقها؟ لأن في فرق كبير يا صديقي. في قلق مفيد يخليك تستعد وتركز وتجهز نفسك، وفي قلق تاني بيسرق طاقتك قبل ما تعمل أي حاجة. طيب نعمل إيه بقى؟ مش هقولك ما تقلقش، ده مستحيل، بس جرب لما تقلق اسأل نفسك في إيدي إيه أعمله دلوقتي؟ لو في حاجة تعملها اعملها، لو مفيش سيبها على ربنا يا سيدي، وما تعيش المشكلة قبل ما تحصل. احنا مش بنقلق بس، احنا بنقلق باحتراف. يعني لو في كورس قلق احنا ممكن ندرس فيه. القلق مش بيحل المشكلة، هو بس بيخليك تتعب بدري. من غير ما نحس ممكن القلق يبقى جزء من يومك، بس الحقيقة ان مش كل حاجة تستاهل القلق ده. فلو لقيت نفسك قلقان من غير سبب، مبروك، انت دخلت نادي الناس الطبيعية جدا، بس المهم توظفه صح في اللي يفيدك. ما تنسوش تجاوبوا على سؤال حلقة النهاردة، هو أنت من الناس اللي بتقلق بسرعة ولا بتاخد الأمور ببساطة؟ وإيه أكتر حاجة ممكن تقلقك وفي الآخر ما بتحصلش؟ جاوبوني في الكومنتس وقولولي أنت وصلت لغاية فين. كنت معاكم أنا شادي الخولي، ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست من غير ما نحس. وخلي بالك مش كل حاجة تستاهل قلق. مع السلامة.